الحقيقة ان انا متعصب جدا، وكانت فكرة سيئة جدا ان انا اسجل المقدمة بعد ما اخلص الفيديو، انا دلوقتي مخنوق لان انا متضايق والبت اللي في اخر الفيديو دي عصبتني. انا عايزه ازعق. فمش هأسهب عليك من معلوماتي في هذه المقدمة واقول لك ايه بقى واشرح لك وبتاع. فاختصارا يعني الفيديو ده فيه تدليس، فيه كذب، فيه جرأة، فيه بجاحة، فيه ظلم للناس، فيه عبط كتير جدا. فعشان ما نكترش كتير، عشان الجو حر اصلا وانا قاعد بنز عرق وحاجة يعني. بص هعديها. فقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تصلي على اشرف الخلق عليه افضل الصلاة والسلام، وادعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو انت لسه ما صليتش المغرب او العشاء او اي فرض من فروض ربنا، قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاه دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجه انت بتعملها في حياتك عامه. فبطل كسل وقوم صلي. ولو انت مصلي يلا بينا نبدا الفيديو. صانع المحتوى عبد الله رشدي منزل بوست بينتقد فيه جريمتين حصلوا، واحده عن راجل اتحرش بطفله وواحده عن ام نهت حياه ابنها، ودي حاجه تبان حلوه، شخص بيجرم فعلين بشعين مفيش كلام. بس انا عندي نقد لبوست زي ده. طبعا يا جدعان، هيتفق معاه مثلا؟ يعني مستحيل، لازم حسام يعترض حتى لو هو متفق مع الكلام، بس لازم يعترض. وخلي بالكم يا جدعان، دايما اعتراضات حسام بيبقى بينهم حاجه مشتركه، وهي انه بيتهم الناس بحاجات هم ما قالوهاش. فقول يا استاذ حسام وشجينا. وهو محاوله المساواه بين الجريمتين. قلت لكم انا ايه؟ استاذ ورئيس قسم الكذب، حاصل على دكتوراه من جامعه الاي اي بي، اتهام الناس بالباطل. انا والله العظيم يا جدعان بحس ان حسام يعني رجل القش ده ابن خالته او عايش معاه في البيت، يعني بيحبه حب مش طبيعي. كل ما يطلع يرد على حد يقوم جايب القش بقى ويجيب العصيان ويقعد يبني في الراجل القش فيه ويقعد يكسر فيه بقى. يعني هو فين في البوست بتاع الراجل المساواه بين الجريمتين؟ يعني سؤال للعقلاء، البوست اللي قدامك ده فيه مساواه بين الجريمتين باي شكل من الاشكال، ولا هو بس بيقول ان في جريمتين ضد اطفال حصلوا ورا بعض والحمد لله المجرمين اتمسكوا؟ طيب رغم ان جريمه قتل طفل وبيع اعضائه ابشع بكتير، ولو افترضنا ان هو بيساوي بين الجريمتين فهو خلاهم في نفس مستوى البشاعه، فمش عارف دي حاجه ممكن تضايقك ليه، بس هل هو عمل مساواه بين الاتنين؟ لا. اذا حسام بنى فرضيه من وحي خياله وهيبدا يهاجم الراجل على اساسها، زي ما عمل قبل كده مع تأني وانا رديت عليه، وزي ما عمل مع عبده السيد حبيبي طبعا عبده السيد وانا برضو كنت رديت عليه، والوقت بيعمل كده مع الشيخ عبد الله. واي حد هو هيطلع يتكلم عليه هيجتزئ كلامه ويخرجه من سياقه ويبني فرضيات من وحي خياله هو ويبدا يحاكمه بيها. انا مش عارف البجاحه دي اصلا انت جايبها منين والله. هما الاثنين بشعين مفيش كلام، ولكن احنا ما عندناش يوميا جريمه لام بتنهي حياه ابنها او حتى اب بيعمل كده. يعني الموضوع مش ظاهره، الموضوع فعل فردي. يعني هو المفروض يستنى ان جريمه قتل الاطفال دي تبقى ظاهره عشان يعرف يتكلم عليها يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. هو انت عايز ايه يا حسام؟ يعني انت بتعترض لاجل الاعتراض وخلاص؟ هي ايه المشكله لما يتكلم عن الجريمه دي او يتكلم عن اي حاجه هو عايزها يا اسطى؟ هو انتوا ليه واقفين له على الواحده بجد؟ هو اشمعنى يعني عبد الله رشدي؟ يعني انت عمال تقول صانع المحتوى صانع المحتوى، طب ما تعتبره صانع محتوى بجد زي ما انت بتقول وتسيبه يا عم يتكلم في اي حاجه هو عايزها زيه زي اي صانع محتوى في الدنيا. حاجه غريبه والله غريب. يعني انا بجد مش فاهم هو بيعترض على ايه لحد دلوقتي. لكن موضوع الرجل والطفله او موضوع التحرش نفسه فده ظاهره ليها اساس وليها دعم بطرق ناعمه. الامام ابن نجيم بيقول ايه؟ واختلفوا في وقت الدخول بالصغيره، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل يدخل بها اذا بلغت 9 سنين، وقيل اذا كانت سمينه جسيمه تطيق الجماع يدخل بها والا فلا. دعم بخطاب ديني زي ما شفنا. ده واحده بتجري ليه؟ واحده ورانا ايه؟ نيجي لثلاثه بقى، الاغتصاب صحيح في النساء، وان الائمه الاربعه والجمهور يا استاذنا الكريم او الاجماع ان انا اخد الواحده واغتصبها زي ما الاستاذ اسلام قال قبل الفاصل، اخد الطفله واغتصبها زي ما هو قال ان الاسلام وان الائمه الاربعه بيقولوا اغتصاب الاطفال، وناخد بنت عندها 7 سنين اخدها في البيت انام معاها انا كده بغتصب. فانا قلت له الكلام ده مشروط باطاقه المراه للنكاح والجماع والاطاقه النفسيه، والكلام ده بيختلف عن زمن دون زمن. راح قال لي ايه؟ قال لي ده رايك انت ومش موجود، والائمه بتوعك بيقولوا كده. تعال نرجع للائمه. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: أما وقت زفاف الصغيرة المتزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة أمن به، إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. إذن في فرق بين عملية العقد والتزويج وبين الاغتصاب اللي بيقوله الأستاذ الإسلام بحيري إنه مش موجود، وإن فقهاءنا اللي أجمعوا على جواز الزواج قالوا بس بشرط ما يستلمهاش ولا يدخل بها إلا ما تكون تطيق عرفا، عندها القدرة النفسية والجسدية على طاقة النكاح. في الموسوعة الفقهية الكويتية ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر. يعني إيه؟ إن من موانع التسليم الصغر. ليه بقى؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش إن أنا بعد ما أعقد على الزوج أسلمها لزوجها لأنها صغيرة، مش هينفع. فلا تسلم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع. الإمام ابن نجيم بيقول إيه؟ واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل يدخل بها إذا بلغت 9 سنين، وقيل إذا كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها والا فلا. فقهاؤنا لم يجيزوا ابدا بحال من الاحوال ان يدخل بالبنت الصغيره وهي لا تطيق الجماع. ارجوك تاكد من كلامك قبل ما دعم بخطاب ديني زي ما شفنا. على مهلك يا حبيبي.
نيجي بقى الموضوع اللي انت والي موضوع الزواج تاني. الائمه يا سيدي الكريم اللي انت بتقول ان هم عشان يعني ربنا يرزقنا الفهم، عشان كده قالوا مش كل حد ينفع يقرا، في عقول مؤهله وعقول غير مؤهله، نحترم ده بقى، نحترم التخصص. في حاجه اسمها اعمل ايه؟ اسمها التزويج، يعني العقد، الكونتراكت، زي ما انا بروح اكتب الكتاب كده يعني. ايوه. وفي حاجه اسمها الدخول، العقد على الصغيره قالوا ينفع. طب تتسلم امتى؟ يعني يدخل بيها امتى؟ اما تبقى ممن يطيق النكاح. اذا كانت ممن لا يطيق النكاح ما ينفعش. طب ايه السن؟ قال لك ما فيش سن، دي راجعه للعاده، يعني حسب عرف وعاده العصر. يعني ايه العاده دي؟ اللي هو العرف. العرف ده اللي هو ايه؟ ربنا قال في القران خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يعني لو رحنا كده واحد عقد لواحده عندها 7 سنين، سالنا دكتور يا دكتور هو ينفع يحصل دخول؟ دكتور لا ما ينفعش، دي لا تطيق. خلاص يبقى هنا الشرع عندي هنا في تناغم وتناسق بين الدين والشرع. عيب ان انا ادلس واقول للناس الائمه بيقولوا ان انا اخد الواحده واخطبها لو عندها 7 سنين و5 سنين. ما حصلش، ده احنا قرانا كلام الائمه وممكن نقراه تاني بس التكرار مفيش منه فايده. بيقولوا ان انا ما ينفعش ادخل بالبنت الصغيره الا لما اهل المعرفه يقولوا لي دي تنفع، دي عندها القدره، عندها القابليه. لو ما عندهاش القدره الجسديه والعقليه زي ما قرانا كلام الائمه، لو ما عندهاش قدره عقليه وجسديه على اطاقه النكاح وتحمل مهامه، ما ينفعش ادخل بيها. ليه؟ لان انا هضرها. وانا قلت في الاول خالص لما قلت لحضرتك النبي قال ايه؟ لا ضرر ولا ضرار، ونفس كلام الائمه لا ضرر ولا ضرار. نفصل ارجوك بين الدخول وبين الجماع. دعم بخطاب ديني زي ما شفنا. وربنا بيقول ايه؟ وما يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. والله يا جماعة أكتر حاجة الواحد بيكرهها هي تشويه سمعة الناس. يعني أنت يا حسام حولت الموضوع على التحرش وقمت جايب 10 ثواني من مناظرة ساعة و40 دقيقة للراجل علشان تدلس عليه وتوهم الناس إن هو بيدعم التحرش بالاطفال. يعني والله العظيم يا اسطى، يعني انت شايف طيب اللي انت بتعمله ده صح؟ يعني مثلا مش بتشمئز من نفسك وانت بتبص في المرايه؟ بيجي لك نوم طيب وانت بتبقى مشوه سمعه الناس كده وضاحك على الناس اللي بيتابعوك وبيصدقوا كلامك وانت مخليهم يكرهوا الشخص ويشتموه ويدعوا عليه بسبب كذبك وتدليسك عليه؟ هو انت اصلا مفكر انك مش هتتحاسب؟ يعني انت مفكر ان ربنا مش هيحاسبك مثلا يوم القيامه؟ انا مش فاهم والله العظيم يا جدعان. هو انت اصلا كل ما تطلع تتكلم على حد لازم تسوق سمعته وتشوه صورته؟ ما تعرفش تختلف معاه وتعترض على افكاره عادي؟ مش عارف تبقى انسان محترم يا اسطى؟ والله العظيم ما انا عارف ايه ده. لا وشايفين لفها ازاي؟ حولها من بوست الراجل فيه بينتقد افعال قذره لان هو بيدعم الافعال القذره. ما تسالش ازاي يا اسطى، موهبه معاه بكالوريوس في اتهام الناس بالباطل. مش ممكن قسما بالله. ودعم شبه يومي بعشرات الفيديوهات اللي بتقول ان لبس البنت جزء من الظاهره دي، وده تبرير للمجرم اللي بيعمل كده. طب ما ده مجرد ادعاء محتاج اثبات يا معلم. يعني لازم تجيب لي امثله فعليه وتبين ان الفيديوهات دي فعلا بتقول كده. يعني احنا لسه كاشفين كذبك من 10 ثواني في حاجه اصلا انت كنت عارضها، فهنصدقك في ادعاء انت اصلا ما جبتش عليه دليل؟ يعني صباح الفل. يعني انتوا عارفين المشكله في ايه يا جدعان؟ ان هو عايز يحصرك ما بين خيارين اتنين بس، يا اما تقول المتحرش مجرم وتسكت، يا اما تبقى بتبرر المتحرش وبتدعمه. ودي اسمها المعضله الزائفه، لان في خيار ثالث عادي، ممكن اقول ان المتحرش مجرم وفي نفس الوقت اتكلم عن وسائل الوقايه او العوامل اللي ممكن تقلل من الظاهره دي. التحرش هو جريمه بيعاقب عليها القانون، وكمان ذنب كبير جدا في الدين. يعني الانسان ده مجرم مرتكب معصيه بفعله ده، ايا كانت البنت كانت بتعمل ايه او لابسه ايه. بس برضه شكرا شيخنا الجميل، اجابه كافيه ووافيه. وما ينفعش كلمه بس بعد اللي انت قلته، لان اي كلام بعد اللي انت قلته هيبقى تبرير ناعم للفعل ده. يعني هو بيطلب منك انك تقول المتحرش مجرم وتسكت. طب ليه يا معلم؟ يعني لو احنا هنتكلم في ظاهره اجتماعيه فمن الطبيعي اننا نناقش اسبابها المحتمله وطرق علاجها، فهنتكلم في القوانين والعقوبات والرقابه والاحتشام والتربيه والتوعيه وكل اللي احنا شايفينه هيساهم في تقليل المشكله دي او علاجها. لكن حصر النقاش كله في جمله واحده ده عمره ما هيحل المشكله. يعني احنا لما نقول المتحرش مجرم، ها انت كده جبت التايهه؟ طب ما احنا عارفين، يعني ده شيء مفروغ منه. فاحنا اصلا محتاجين نقعد ونفهمكم الفرق ما بين التفسير والتبرير. يعني الفرق ما بين ان احنا بنبرر للشخص ده فعلته وما بنتكلمش في اي حاجه تانية، وما بين ان احنا بنفسر الظاهره دي بتحصل ليه وايه العوامل والاسباب اللي بتؤدي لوقوعها، ازاي نحد منها وازاي نعالجها. فاحنا محتاجين نقعد معاكم ونفهمكم الفرق ما بين الاتنين، ومش هتفهموا برضه. يعني انت لو قعدت مع حسام ده عشان تفهموا الفرق ما بين التفسير والتبرير محتاج سنه ضوئيه، لان السنه العاديه مش هتكفي. يعني انا من فتره شفت لايف للاستاذ محمد المغترب كان طالع بيناقش بعض الاشخاص في الموضوع ده وكان من ضمنهم حسام، والراجل فعليا قعد 2 ساعتين وتلت بيحاول يفهمهم الفرق ما بين التفسير والتبرير. وان انا لما اتكلم في الاسباب والعوامل والطرق الوقايه والكلام ده كله، ده مش معناه ان انا ببرر للمتحرش، وان مش لازم اكون متفق مع المنهجيه الفكريه بتاعتك واكون تابع ليها علشان ادافع عن المراه، اللي هو لازم اكون نسوي زيكم علشان تدوني اجازه ان اتكلم في الموضوع، والا هتتهموني ان انا ضد المراه وببرر للمجرم. فعليا قعد 2 ساعتين وتلت بيفهمهم حاجه زي كده. وسبحان الله اللايف فيه 4 بنات تقريبا، منهم واحده مش مسلمه اصلا، وكلهم قاعدين بيسمعوا الراجل وهو بيتكلم وبيناقشوه، وحسام الوحيد اللي عامل زي فرقع علوز عمال يتنطط طول اللايف. حسام ممكن يكون مش مغلوط، ممكن يكون احنا مش فاهمين قصده ايه. فيا استاذ محمد حاول تبسط. انا عاوز اغير المصحف. لا
لا يمكن أبدا تنفيذ حكم الإعدام إلا أن يصل اليقين. اعدام ايه؟ لو سمحت، انت شارب حاجه يا ابراهيم؟ لو سمحت، بقول لك انت لو خرجت سمحت. على الناس. عمال يغروش على الراجل وهو بيتكلم. ما هو انت ممكن معلش انا عايزك توضيح في اللي انت بتقوله، انا عايز توضيح في اللي ما انا انت بتقوله، مش طب عايز خليني حاجة. اتكلم وبعدين انت اوضح لك اكتر. حسام. إيه المشكلة؟ لا الموضوع داير بقاله ساعه. عمال يستفزه بالكلام. طيب بس ندى ما كملتيش حوار فلسطين. معلش لا يا جماعه مثال جماعه حلو على ما كفانا متاجره بقضيه فلسطين، ارجوكم ده هي اللي كفانا كانت متاجرة بتتكلم يعني. فلسطين انت والارض انت ومش الارض. انت على اي اساس تحكم معلش. على الناس ان هي بتتاجر يا استاذ؟ انا انت بتتكلم اي كلام على فكره. انا بحكم. لا ده عيب كده، اتهام للناس من النوايا، ده عيب. انا بحكم ومبسوط بشخصيتي كده. ممكن نكمل الموضوع؟ طب ده كلام يا جماعه، ده كلام ناس كبار ده. يا عمي انا حر. انا بس عايزه اسال حاجه. يعني انا اقول لك ان انت بتتاجر يعني يا جماعه يا احنا عم كده أنا احنا كده بندخل، يا جماعه احنا كده بندخل المواضيع يعني في بعض صح غلط كده يا استاذ حسام. ولو هي هو صح استاذ محمد، هو ما ينفعش ندخل المواضيع في بعض، احنا هنا مش فاكرين. انا بسال ندى، هي اللي اتكلمت. استاذ انت ما كملتيش مثال فلسطين. ولما الراجل اتخانق منه قام مديله لسعتين كده، اداله كلمتين لسعوه، فاهم؟ مد ايده في اللايف كده، قام مطلعه مديله جزين اقلام وقام مرجعه تاني. ممكن المرأة تتكلم بقى في اللايف يعني لو مش ليه؟ ما هو استاذ حسام قايم بالواجب اهو. قبلي اصلا انا سبتك عشان استاذ حسام يعني هو استاذ حسام مقصر؟ هو انت الخناقه عندك ايه اكتر من فرش ملايه، وانت يا متحرش وانت مش عارف انت عايز تعمل ايه تاني؟ هتيجي تمد ايدك يا عليا؟ حسام يعني صعب عيب، عليك. فرش الملايه ده، فرش الملايه ده عيب يا والله العظيم حسام، صعب عيب. عليك. يا عيب، انت حسام بتروح بعد الاماكن دي انا ما بروحهاش. دلوقتي يا استاذ محمد، انا على فكره كنت مع حضرتك امبارح، وانت شايف ان الرجل الذي يدافع عن النسويه او حقوق المراه في العموم هو راجل مش تمام، ممكن بيعمل كده لا من منطلق لا آخر. لا وانا لا معاك لا ممكن لا يكون فيهم كده. لا 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 ثواني، مش كل الرجاله كده، في رجاله سمبات. هو يعني ايه سمبات؟ ما فهمتش، عشان اسألي انا يا سمعتها حسام. امبارح برضه ما فهمتهاش. قول لها يعني ايه سمبا يا حسام؟ يعني ايه سمب يا حسام؟ قول لها يا حسام. قعد يتنطط ويدبدب في الارض كانه عيل صغير، شديت من بقه المصاص، واصلا انا عملت اللي انا عايزه واظهرت اخلاق الشخص اللي بيتكلم. اخلاقك فضلت معاك لحد ما جبت اخلاقك في الاخر. اخلاقك ايه يا وصفك يا ابني؟ الكلام ده انا يا بفتخر جماعة. بيه يا حبيبي. وانا بكره كلمة النصيحة، وانا اصلا لا شيء علشان اروح انصح ست ولا اكلمها في مشاكلها، ومفيش اي راجل يرتقي ولا ليه قيمة ان هو يتكلم في الموضوع حتى انا. يا نساء العالم، انا اسف، اعتبروا ان الكلام ده من انا بكره كلمه النصيحه، وبالذات ان انا يعني انا لا شيء عشان اروح انصح ست او اروح اقول لها حاجه في مشاكلها، ولكن الست اللي تدخل نقاش مع راجل بيقول لها او عنده رؤيه ان هو يشوف مصلحتها فين، فانت محتاجه تعيدي نظرك وانت تاني. انت اللي بتحدد مفيش القوانين. اي راجل في الدنيا يرتقي ولا له قيمه في هذا الموضوع، حتى انا وحتى اي شخص في الدنيا. معرفش هو شايف نفسه دون قوي كده ليه؟ وما يجيش راجل من فصيلة المتحرشين يقول لك هتعملي ايه وما تعمليش دي ايه. مشكلتك انت، ما يجيش واحد من فصيله بتتكلم عن نفسك. المتحرشين يقول لك اعملي ايه وما تعمليش. وقعد يقول كلام، يعني كلام غريب جدا ان هو يطلع من انسان طبيعي. حاجة غريبة والله. والله غريب. بيقول لك دي وجهة نظري. يا عم وجهة نظرك غلط. يا اسطى وجهة نظرك غلط والله. فمحاولة اننا نساوي دي بدي برغم بشاعة جريمة الام هو بس محاولة للاستهانة بظاهرة زي ظاهرة التحرش اللي ليها اصل وكمان مدعومة، ولما نرجع لبوستات كتير للشخص ده هنلاقيها انها بتلف اصلا في المحور ده، اللي هو يا جماعة انتم مكبرين الموضوع ليه؟ دي حاجة بتحصل زي ما اي حاجة بتحصل، وده مش حقيقي. هو فعلا ده مش حقيقي يا حسام، يعني كل اللي انت قلته ده مش حقيقي، وبجد موهبة التحوير اللي عندك دي احنا محتاجين نرفع لها قبعة، لان انا بجد مش قادر استوعب انت ازاي جبت بوست للراجل بيهاجم فيه جرايم شنيعة حصلت، وحولت البوست ده في اخر الفيديو الى ان صاحبه بيدعم التحرش وبيبرره وخلته بيساوي بين الجريمتين وبيستهين بجريمة التحرش. لا وايه، جايب كمان فيديو بيثبت اللي انت بتقوله كله بالاثباتات يا باشا. والقطنة ما بتكدبش. خليته عمل كل الموبقات، ناقص بس ياكل مال اليتيم وورث اخواته، وما استبعدش ان انت تطلع تعمل فيديو تتهموا بيهم بعد كده بجمله الاتهامات. يعني يا الله العظيم يا جدعان، انسان عجيب قسما بالله، انا ما شفتش كده في الدنيا، ولحد دلوقتي والله ما انا قادر استوعب هو لفها كده ازاي. مش عارف اقول لك ايه يا اسطى والله، يعني ما ربنا يهديك يا حسام، ربنا يهديك يا اسطى. السؤال ده انا حاولت اتفاداه الحلقه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، وهي عشان انت مصممه بتبعتولي كل مره. شفت ماما بتعمل علاقه مع حد، يا نهار اسود، غير بابا رد عليا خاص، اعمل ايه؟ ردي عليا خاص، يعني ايه خاص يا جماعه؟ ايه كلمه خاص دي في المعجم؟ بتقول لك ردي عليا خاص، عملت لها فيديو؟ امال لو ما كانتش قالت لك كده كنت هتطلعي على التلفزيون مع عمرو اديب ولا في قهوه فايق بقى نطلع نعرض المشكله ونشوف ايه راي الكباتن؟ هو حضرتك مش ملاحظه ان انت كده بتزودي الطينه بله انك تعرضي مشكله حساسه زي دي؟ وطبعا انت لسه هتدينا دلوقتي واحده هبده بقى عباره للقارات، ده مش هيؤثر في نفسيه البنت يعني احنا ما نعرفش هي مين وانت ما اظهرتيش الاكونت بتاعها وهي شخص مجهول، بس دي مشكله حساسه اذتها ومأثره على نفسيتها.
نفسيتها. فانت بدل ما تردي عليها في الخاص زي ما هي طلبت، خليتي مشكلتها دي محل نقاش عندك في الكومنتات. انتوا بتجيبوا الناس دي منين يا جدعان؟ انا مش فاكر مين اللي بعت لي الفيديو ده والله. كملي يا فنانه، كملي واشجينا. فانا حاولت استجمع يعني ايه. بصي طبعا ما تقوليش، طبعا ما تقوليش، ولا تقولي لامك ولا تقولي لابوكي. لو قلتي لامك هيبقى منظرك مش عارفه تحطي عينك في عينها تاني، ولو قلتي لابوكي الدنيا هتتهد وهيقتل امك. وهي لو ما قالت لهاش يعني هتعرف تحط عينيها في عينيها عادي؟ انت بتقولي ايه؟ ومين فهمك انك اهل انك تتكلمي في موضوع حساس جدا زي ده؟ يعني موضوع زي ده يا جماعه محتاج يتعرض على متخصص ويعرف كل التفاصيل بتاعته علشان يقدر يصدر فتوى، لان الفتوى في حاجه زي كده مش عامه، يعني هي مش فتوى واحده بيتقاس عليها كل الحالات، لا كل حاله ليها الفتوى بتاعتها. الموضوع مش سبهلله، مش اي حد معدي كده يطلع يديها في اي حاجه. احنا مش بنتكلم في الحجاب فرض ولا لا، ولا الاغاني حرام ولا حلال، احنا بنتكلم في فعل هيترتب عليه تدمير اسره. فهي مش ملتته، يعني مش هنطلع نلت ونعجن في اي حاجه. يعني كل الفتاوى اللي انا شفتها يا جدعان بتتكلم في نفس الموضوع ده، كلهم بينهم حاجه مشتركه، وهي في البدايه الستر والنصيحه، وبعد كده بقى الموضوع بيختلف على حسب طبيعه شخصيه الام، على حسب العلاقه دي مستمره ولا انتهت، هل في حد من اخوات الام حكيم ورشيد نقدر ان احنا نستشيره او ندخله في الموضوع، هنستمر في النصيحه قد ايه، وبعد كده ناخد خطوه تانية. طبيعه الاب نفسه، هل الاب عنيف ولا حكيم؟ في حالات لو ما نفعتش النصيحه بالحسنى لازم تكون النصيحه بتهديد، في حالات تانية لازم ندخل حد يحل، لو ما حلش نقول للاب، في بقى حالات نقول للاب بشكل مباشر، وفي حالات نلمح للاب هو يكتشف. موضوع واسع وليه تشعبات كتير جدا. انا مش عارف انت جايبه الثقه والجرأه دي ان انت تهبدي الهبد ده كده عادي ازاي؟ لو تقول لها لا تقولي لابوك ولا تقولي لامك عادي بقى، خلاص الموضوع انتهى. يعني بتحصل كل يوم، بتحصل في احسن العائلات يعني يا جماعه. ست بتخون جوزها، ايه المشكله يعني؟ انا مش فاهم والله مين دي يا جدعان. انا فاهمه كويس قوي ان دي تروما بالنسبه لك، يعني هي تروما بالنسبه لك، انت مش عارفه تخبيها فين، ومصدومه في كل الناس اللي حواليكي. انا يعني فاهمه موقفك جدا جدا، بس الناس بتغلط. انا ما بقولكيش سامحيها، انا بقول لك انت مش مكانها، انت لسه سنك صغير قوي، البنت عندها 17 سنه، فانت سنك صغير قوي انك تبقي فاهمه الست دي بتعمل كده ليه وليه وعلاقتها بابوكي شكلها عامل ازاي. انا مش ببرر لها اي حاجه خالص، انا بقول لك انك انت حطي الموضوع ده في بوكس وسيبيه على جنب، يا تتكلمي مع حد فيه، حد متخصص عشان يشيلك التروما، يا تنسيه خالص. مش بتبرر لها، ده انت ناقص بس تدعي على ابوها اللي هو منه لله، اكيد هو اللي وصلها لكده. لا حول ولا قوه الا بالله. مين دي يا جدعان؟ مين دي يا جدعان؟ حد يرد عليا. المشكله ان انا حاسس ان اي حاجه هقولها يعني هتكون مثلا تقليل من الموقف اللي البنت فيه. يعني البنت صعبانه عليا جدا والله، لان حاجه زي كده يا جدعان ربنا يعافينا ويعافيكم هي ممكن تدمر نفسيه البنت تماما. هي مش ممكن، هي دمرت نفسيه البنت تماما. وفكره ان احنا نحط اي مبررات لواحده بتخون جوزها، انا بشوف ان احنا كده بنشارك في الجريمه، لان مفيش اي مبرر للخيانه تحت اي ظرف. اصل ما تعرفيش علاقتها بباباكي عامل ازاي، اصل ما تعرفيش هي عملت كده ليه، ايه الهبل ده؟ بتبرري ايه وما تعرفش ايه؟ واحده خاينه نقطه ومن اول السطر. وانتوا عارفين المشكله في ايه؟ ان انا يعني مش عايز احلف والله، بس انا اكاد اجزم ان نفس السؤال ده لو كان الاب هو اللي بيخون كان زمانها قلبت الدنيا. ابوكي خاين وعميل ولازم نفضحه اشد الفضايح. بعتيلي اسمه وسنه وعنوانه وصورته ومكان شغله دلوقتي حالا، يتم تفعيل وضعيه تفضح يا دولي. بس بجد والله انتوا عارفين اكتر حاجه مستفزاني في الفيديو ده ايه؟ هي فكره ان البنت تسكت خالص وكانها ما شافتش اي حاجه، لان ده يا جدعان اسمه تستر، ده مالوش علاقه بالستر. يعني هو مثلا لو واحده بدات تكلم واحد في السر وابنها او بنتها عرفوا وقرروا يسكتوا خالص وما ينصحوهاش وما يتكلموش وما يحاولوش يوقفوا الموضوع ده، اللي هيحصل غالبا ان الغلط ده هيكمل وممكن يوصل لعلاقه زنا كامله. ما هو الشيطان ده يا جدعان مش غبي ومش ساذج وما بيلعبش، مش هيجي يخبط عليك ويقول لك بقول لك ايه ما تيجي كده نقع في الفاحشه النهارده، مش هيقول لك كده. هو ممكن يقعد معاك سنين علشان يوصلك لده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو مش هيجي يقول لك يلا بينا نعمل، هو هيمشيها معاك واحده واحده. وكل العلاقات اللي نهايتها كانت زنا كانت بادئه بحاجات الناس شايفاها تافهه، شات على ماسنجر ولا اصحاب في كليه ولا زمايل في شغل. كل اللي حصل ان هم اتبعوا خطوات الشيطان، فضلوا يطلعوا السلم لحد ما طلعوا اخر دور وقاموا نازلين على جدور رقبتهم. فما ينفعش الحل اننا نتصرف كأن ما حصلش حاجه. الستر هو انك تحاول تصلح الغلط من غير فضايح، انما التستر هو انك تسيب الغلط يكبر ويتفاقم وانت مطرلها عادي، ما فيش حاجه بتحصل يا جماعه، ايه المشكله؟ ولو فعلا البنت شافت امها بتعمل علاقه مع راجل غير ابوها فدي مصيبه سودة. انا بجد لحد دلوقتي مش فاهم ازاي ممكن حد يطلع من لسانه كلام يدعم الجريمه اللي بتحصل دي. اصل ما تتكلميش وما تقوليش لحد ومالكيش دعوه، ودوري لك على سيرابي عشان يعالجك من التروما اللي جاتلك، لكن امك اللي مستمره في الفعل ده اللي بتضر بيه نفسها واقرب الناس ليها مالكيش دعوه بيها وما تتدخليش في الموضوع. اصل كلنا بنغلط يا جماعه، وانت ما تعرفيش علاقتها بباباكي عامله ازاي وما تعرفيش ايه اللي وصلها لحاجه زي كده. وخلي بالك انا مش ببرر لها، اوعي تفكر ان انا ببرر لها ولا حاجه، لا اوف كورس نوت.
انا بس بقول لك تستري على الغلط اللي هي بتعمله وسيبها تتمادى فيه. انا والله العظيم يا جماعه ما فاهم الناس دي بيجيبوا الثقه والجرأه دي ازاي وهم بيهبدوا الهبد ده. يا جدعان والله العظيم غريب قوي المرض اللي يبقى واصل بالانسان انه يبقى مهووس بالنساء لدرجه ان هو يعمل الصوره دي. يعني بجد والله العظيم غريب قوي. اقسم بالله ده مرض، اقسم بالله ده مرض ومحتاج يتعالج. ويا ريت اي حد من الناس اللي بتدرس طب نفسي او بتدرس علم نفس ان هم يقفوا 3 دقايق مع نفسهم وياخدوا الموضوع ده موضع بحث. بس ما تفتحيش بوقك تاني. والبحث ده المفروض يتعمل جوه دماغك، يعني ننزل فرقه بحث كده جوه دماغك يدوروا على خلايا مخك اللي لسه صاحيه، يمكن نلحقها ونعمل منك بني ادمه كده نعرف نفهمها اي حاجه. ما هو دلوقتي اي عيله بشكل عيب ابراهيم ما صحش. ابوها جايب لها تليفون وشاحن لها باقه نت، تروح تقرا لها كام بوست في صفحه فيمينست حمير على 3-4 مقالات من مجله جاموسه، ولكن على فيديوهين لنوال السعداوي وفيديوهين لاي واحده هطلة على السوشيال ميديا تقول لك انا ناشطه حقوقيه فيمينستويه بتنجانيه، وتحفظ لها مصطلحين وتطلع تقرفنا تورم حشانه بقى بالفيديوهات اللي هتعملها. عيله زي ده يا جدعان مش محتاجه ان انت تقعد تفهمها يعني ايه اصلا هوس بالمراه، والمهووس بالمراه ده بيبقى شكله عامل ازاي وبتصرف ازاي. لا انت محتاج بقى ترجع معاها لورا خالص من ايام بقى الفتح الاسلامي، مرورا بالحمله الفرنسيه والاحتلال الانجليزي والمستشرقين والارساليات والصالونات الثقافيه، مرورا بقاسم امين وطه حسين اللي وجد اسلام بلا مسلمين، وهتاخد في ايدك الموجه الثانيه والثالثه والرابعه من النسويه علشان بس تفهمها ان الطراش اللي بيطلع من بقها ده غلط. يعني اتحداكم ان البت دي ما تكونش عملت فيديو لنوال السعداوي بتترحم عليها فيه وهتلاقيها مشيره فيديوهات من نوعيه ايه، على فكره علماء الفقه ذكوريين، طب على فكره سفر المراه لوحدها مش حرام. طب انت كنت تعرف ان التعدد مش معناه انك تتجوز لحد 4 ستات، ده معناه انك تنفق لحد 4 ستات، ممكن تصرف على 4 ستات في وقت واحد عادي. طب انت تعرف يا جاهل ان الطاعه مش مشروطه بالقوامه؟ طب هل تعلم ان الخطاب الديني موجه للنساء فقط؟ طب انت تعرف يا جاهل ان وقرن في بيوتكن دي كانت لامهات المؤمنين مش لينا؟ طب تعرف ان السيده خديجه رضي الله عنها كانت بتشتغل يا ذكور يا متخلف؟ طب تعرف ان جسد المراه ثوره مش عوره؟ طب تعرف ان الحجاب مش فرض؟ الفقهاء بقى الذكوريين بتوعكم هم اللي مفهمينك الكلام ده. ما هو انت لو بتقرا كنت فهمت زيي، لكن انت بتقراش. فهي البت دي واللي زيها قاعدين بقى بيسمعوا الفيديوهات دي، يعني هي شغاله ودان. يعني انت لو شلت الحجاب اللي هي لابساه ده هتلاقي ودانها قد كف ايدك من كتر ما هي راميه ودانها وعماله تسمع بقى في الهطل اللي هم بيقولوه. فعشان اصلا تفهمها الف باء دين انت محتاج تعمل ماجستير، محتاج تاخد 2 دكتوراه في انك تفهم البنت دي بس. فانا ربنا يتولانا والله، يعني ربنا يتولانا ويهديكوا، لان الواحد بصراحه يعني خلاص انا بقيتش اطيق اي واحده ليها علاقه بالنسويه، لان اي نسويه انا بحتقرها يا جدعان. يعني اي نسويه بتتفرج عليا دلوقتي انا بحتقرك، وهتقعدوا تصوتوا وتولولوا وتدبدبوا في الارض واخركم الجزمه هتاخدوا بيها على دماغك. اقول لكم على حاجه، انا خلصت الفيديو، انا كنت ناوي اكمل بس مش مكمل بقى بسبب البت دي. معلش يا فندم والله لاست اوردر، خلاص قفلنا. ضايقتني يا سيدي، انا مش هكمل. الغي رحلتي. استاذنك بقى تعمل لايك وسبسكرايب، يعني ما تعصبونيش وتبعتوا لي الفيديوهات دي وبعد كده ما تعملوش بقى لايك وسبسكرايب. اعمل لايك عشان عايزين نوصل للفيديو ده 5000 لايك. الفيديو اللي فات قلت لكم 5000 وجاب 4000 بس، فهعديها ماشي. اعمل سبسكرايب لو انت لسه مش مشترك، خلاص ما عادش حاجه على 50000 غير تقريبا 800 مشترك او حاجه كده. وانزل قول لي رايك في الفيديو في الكومنتات، ودي حاجه اجباري علشان خوارزميات اليوتيوب تتنيل تنشر الفيديو. ولو انت وصلت معايا لحد الدقيقه دي في الفيديو انزل قول لي في الكومنتات قضيت يا جو، لان انا مش هبقى جضان لوحدي وانا والله خلصانه. وبس كده يا سيدي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله ان شاء الله، يعني لو عشنا وكان لنا عمر. سلام. المشكله يا ابني ان انت ما تعرفش ان انا بحب قوي الناس اللي بتنكشني. بودي يا جدعان عمل اكتر حاجه مضحكه في التاريخ، دخل امبارح على فيديو من فيديوهاتي على تيك توك وقام قاصص بتاع 15 ثانيه كده من نص الفيديو، فهو دلوقتي خرج كلامي من سياقه علشان يعرف يدلس عليا ويغلطني، وقام عامل فيديو. فيتفاجئ بودي ان الناس في الكومنتات بتقول له يا اسطى طب ما هو عنده حق، يعني بعد ما قص الفيديو وخرجه من سياقه فاشل برضه. فهل بودي يتكسف على دمه ويحترم نفسه ويبطل عبط؟ لا طبعا. قام عامل ايه؟ قام مسح الفيديو وقام رايح على الفيديو بتاعي قص منه حته مختلفه وحط عليها نفس الرد وقام منزله تاني.